السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي طلاب الصف الأول الإعدادي، ومعاكم مس رندا حسن. وهنحل النهاردة إن شاء الله اختيار من متعدد على الدرس الأول الاتحاد الكيميائي. طبعا احنا عارفين ان امتحانات السنة دي 2021 الامتحانات هيكون امتحان موحد والأسئلة فيه اختيار من متعدد. يلا نبدأ مع بعض. أول سؤال، طبعا رأس السؤال اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة. رقم 1، عدد العناصر المعروفة حتى الآن كام عنصر؟ 118 113 92 ولا 20 عنصر؟ تمام، عدد العناصر المعروفة حتى الآن 118 عنصر. السؤال الثاني، أول من قسم العناصر إلى فلزات ولا فلزات هو العالم زويل، بريزيليوس، نيوتن، كولوم. تمام، العالم بريزيليوس ده كان في القرن ال19، يبقى العالم بريزيليوس في القرن الكام؟ ال19. طيب السؤال الثالث، يحتوي مستوى الطاقة الأخير لذرات الفلزات على كام إلكترون؟ من 1 إلى 3، من 3 ل 5، من 5 ل 7 ولا 8 إلكترون؟ طبعا ذرات العناصر الفلزية تحتوي على مستوى الطاقة الأخير على 1 أو 2 أو 3 إلكترون، يبقى إذن الإجابة الصحيحة من 1 إلى 3. أما اللافلز فيحتوي على 5 و6 و7 إلكترون، يعني الإجابة رقم ج ديت لو لافلز. طيب ولو غاز خامل يبقى رقم د 8. لكن هنا بيسألني على إيه؟ ذرات العناصر الفلزية، يبقى آخر مستوى الطاقة فيه يحتوي على 1 إلى 3 إلكترون. جميع العناصر التالية من الفلزات ما عدا، يعني كلهم فلز ما عدا حاجة واحدة مش فلز هي اللي أنا هختارها. هل الحديد، الأكسجين، الصوديوم، النحاس؟ تمام، الأكسجين، لأن الحديد والصوديوم والنحاس يعتبر من الفلزات، أما الأكسجين هو لا فلز. يعتبر العنصر الذي عدده الذري 12 من، طبعا مدينا عدد ذري يبقى أنا لازم أوزعه، هيبقى 12 عدد الذري، يبقى الكي 2 إلكترون، ال 8، الام 2، يبقى آخر مستوى الطاقة فيه 2 إلكترون. طيب يا ترى اللي آخر مستوى الطاقة فيه 2 إلكترون هل هو من الفلزات ولا لا فلزات ولا أشباه الفلزات ولا العناصر الخاملة؟ تمام، من الفلزات، لأن 1 أو 2 أو 3 إلكترون بيكون من الفلزات. اللافلز من 5 6 7 إلكترون. العناصر الخاملة بيكون 8 إلكترون. أشباه الفلزات هتاخدوها في سنة تانية إن شاء الله، غالبا بيكون فيها 4 إلكترون في مستوى الطاقة الأخير. السؤال رقم 6، عند تحول الذرة إلى أيون فإن النقط يتغير. الذرة عشان تتحول لأيون يا هتفقد إلكترونات يا هتكتسب إلكترونات. طب هل هيتغير عدد البروتونات، عدد النيترونات، عدد الإلكترونات ولا العدد الكتلي؟ تمام، احنا لسه قايلين الذرة عشان تتحول لأيون يا بتفقد يا بتكتسب إلكترونات، يبقى ايه اللي هيتغير؟ عدد الإلكترونات، يا هتزيد يا هتقل. السؤال رقم 7، تحول ذرة الليثيوم Li إلى أيون ليثيوم موجب Li موجب 1، يعني أنها اكتسبت بروتون، اكتسبت إلكترون، فقدت بروتون ولا فقدت إلكترون؟ طيب أنا عشان Li تتحول Li موجب 1 معناها أنها تحولت ذرة الليثيوم إلى أيون ليثيوم موجب، يعني فقدت الشحنة السالبة. مين الشحنة السالبة؟ الإلكترونات، يبقى رقم د فقدت الإلكترون. سؤال رقم 8، عدد مستويات الطاقة في أيون الصوديوم هل أقل من ولا أكبر من ولا تساوي عدد مستويات الطاقة في الذرة أو في ذرته؟ احنا قلنا إن الفلزات، طبعا الصوديوم من الفلزات، الفلزات تميل أثناء التفاعل الكيميائي إلى فقد إلكترونات التكافؤ، فلما تفقد إلكترون التكافؤ هتفقد معاه مستوى الطاقة الأخير، فيبقى عدد مستويات الطاقة في أيون الصوديوم أقل من عدد مستويات الطاقة في ذرته. ليه؟ لأنه فقد إلكترون وفقد معاه مستوى الطاقة. لكن اللافلز بيكون عدد مستويات الطاقة في الأيون هو نفسه عدد مستويات الطاقة في
الذرة. ليه؟ لأنه حتى لما بيكتسب إلكترونات بيكتسبها في آخر مستوى الطاقة كان موجود عنده. السؤال رقم 9 من الشكل المقابل. قال لي من الشكل المقابل، يبقى أنا أدرس الشكل كويس. أدي نواة فيها 19 بروتون 20 نيوترون، وعندي كام إلكترون هنا؟ 19 إلكترون متوزعين، الكي 2 ال 8 الام 8 الN 1. طب يا ترى نوع العنصر هنا ايه؟ عينيا على اخر مستوى طاقة. هل نوع العنصر فلز ولا لا فلز ولا غاز خامل؟ تمام، فلز. قلنا ليه؟ لان دايما الفلزات اخر مستوى الطاقة يحتوي على 1 أو 2 أو 3 الكترون، يبقى هنا عنصر فلز. رقم 2 في نفس السؤال بتاعنا على الرسمة دي بيقول لي عدد مستويات الطاقة في أيون هذا العنصر. طيب العنصر ده فلز، يبقى هيفقد مستوى الطاقة. هيبقى عنده كام مستوى طاقة لما يتحول لأيون؟ 4 ولا 3 ولا 2؟ طبعا هو دلوقتي في الذرة عنده 4، فهيفقد مستوى طاقة فيصبح عنده 3 مستويات طاقة في الأيون. عدد الإلكترونات في أيون هذا العنصر. الأيون ناخد بالنا مش الذرة، الذرة فيها 19 إلكترون. طب عدد الإلكترونات في أيونه، احنا قلنا لسه قايلين هو عنصر فلز فهيفقد 1 إلكترون. طب هو كان 19، هل هيبقى 39 ولا 19 ولا 18؟ تمام، 19 وهيفقد 1 هيبقوا 18 إلكترون. الرمز الذي يعبر عن أيون هذا العنصر. قلنا تاني ده هيفقد إلكترونات فيتحول لأيون موجب، هيفقد 1 إلكترون يبقى يتحول لأيون موجب يحمل شحنة موجبة واحدة. طيب هل هتبقى كي موجب 1 ولا كي موجب 2 ولا كي موجب 3؟ تمام، كي موجب 1. السؤال رقم 10 من خواص الجرافيت أنه قابل للسحب والترك، ولا لا ينكسر عند الترك عليه، ولا له بريق معدني، ولا موصل جيد للكهرباء؟ طبعا الجرافيت اللي هو الكربون أو الفحم، وقلنا الكربون أو الفحم من اللافلزات ولكنه موصل جيد للكهرباء. رقم د. سؤال رقم 11 العناصر التالية جيدة التوصيل الكهرباء ما عدا، يعني 3 منهم جيد توصيل الكهرباء ما عدا واحدة رديئة توصيل الكهرباء هي اللي أنا هختارها. طيب أرجع أفتكر تاني، العنصر الفلز هو اللي جيد توصيل الكهرباء، أما اللافلز فهو رديء التوصيل، يبقى هو عايز مني أختار العنصر اللافلزي اللي هو رديء توصيل الكهرباء. هل هو S16 ولا Na11 ولا Mg12 ولا Al13؟ أنا عشان أعرف، بصوا أي سؤال هيجيلكوا فيها عدد ذري عشان أعرف أحله وأبقى صحي جدا في الحل بتاعي لازم أوزع الإلكترونات. 16 هوزعها زي 2 8 6، يبقى إذن الكبريت هنا عنصر لافلزي، لافلز رديء توصيل الكهرباء، يبقى هو ده اللي أنا هختاره. إنما الصوديوم عنصر فلز، طب أتأكد إزاي؟ أوزع الإلكترونات 2 8 1 يبقى فلز. مغنيسيوم 2 8 2 فلز. ألمونيوم 2 8 3 فلز. هقرا السؤال تاني. العناصر التالية جيدة التوصيل الكهرباء، يعني فلزات جيدة توصيل الكهرباء ما عدا واحدة لا فلز ورديئة توصيل الكهرباء هي اللي أنا هختارها. طب إيه هي؟ الكبريت S16. السؤال رقم 12 في الأيون السالب يكون عدد البروتونات نقط عدد الإلكترونات. البروتونات دي ناخد بالنا هي الشحنة الموجبة، والإلكترونات الشحنة السالبة، وهو قال لي أيون سالب، كأنه بيقول لي في الأيون السالب الشحنة الموجبة أقل من ولا أكبر من ولا يساوي الشحنة السالبة. طبعا برافو عليكم، مادام أيون سالب يبقى البروتونات أقل من الإلكترونات، لأن في الأيون السالب الذرة في تفاعل كيميائي اكتسبت إلكترونات فتحولت إلى أيون سالب، فأصبح عدد الإلكترونات أكتر من عدد البروتونات، أو ممكن نقولها إن أصبح عدد البروتونات أقل من عدد الإلكترونات. السؤال رقم 13 عدد مستويات الطاقة في أيون عنصر الكلور Cl17 هو. لما أنا أجي أوزع عنصر الكلور
Cl17 يبقى الكي تاخد 2 إلكترون، ال 8، الام 7. يبقى ده عنصر لا فلزي، أثناء التفاعل الكيميائي هيكتسب الإلكترونات في نفس مستوى الطاقة الأخير اللي عنده. هو عنده 3 مستويات للطاقة، يبقى أيونه برضه هيبقى عنده 3 مستويات للطاقة. طب تعالوا نشوف الاختيارات. 2، 3، 4، 5. تمام، 3 مستويات للطاقة. السؤال رقم 14، يحدد عدد نقط نوع العنصر ونشاطه الكيميائي. هل الإلكترونات في مستوى الطاقة الخارجي، ولا المستويات الممتلئة بالإلكترونات، ولا نيوترونات النواة، ولا بروتونات النواة؟ طبعا أنا دايما أقول لكم عينكم على آخر مستوى طاقة، شوفوا فيه كم إلكترون فيحدد نوع العنصر، وهيحدد لي كمان هل العنصر نشط أم خامل، ويحدد لي خواص هذا العنصر. يبقى أنا يحدد عدد إلكترونات مستوى الطاقة الخارجي، يبقى دي طبعا نوع العنصر ونشاطه الكيميائي. السؤال رقم 15، تكون الذرتين لعنصر واحد عندما يكون لهما نفس عدد مستويات الطاقة، العدد الذري، العدد الكتلي، والعدد النيترونات. طبعا الذرتين لما يكونوا لنفس العنصر أو لعنصر واحد يبقى لهما نفس العدد الذري. رقم 16، كل مما يأتي من خصائص العناصر الخاملة عدم، يعني كلها صح من خواص العناصر الخاملة ما عدا حاجة واحدة غلط، يلا أنا هختارها. عناصر غازية لا مظبوطة. جزيء كل منهما يتكون من ذرة منفردة مظبوط. تكون أيونات سالبة عند تفاعلها لا طبعا غلط، دي اللي أنا هختارها. ليه؟ لأن العناصر الخاملة لا تشترك في التفاعلات الكيميائية، وبذلك لا تكون لا أيون موجب ولا أيون سالب. طب رقم د، مستويات الطاقة فيها مكتملة بالإلكترونات، دي طبعا صح. يبقى أنا ألف وب ود مظبوطين من خصائص العناصر الخاملة ما عدا رقم ج، هي اللي أنا هختارها، اللي هي ليست من خصائص الغازات الخاملة. السؤال رقم 17، جميع الذرات التالية يمكن أن تدخل في تركيب جزيئات مركبات كيميائية في الظروف العادية ما عدا يعني بيقول لي الذرات دي كلها نشطة ما عدا حاجة واحدة بس خاملة، هي اللي أنا هختارها. هل الكلور Cl17؟ طبعا ده غاز نشط ولا فلزي كمان. طيب الكربون C6 ده لا فلز ولكن نشط. طيب الأكسجين O8 ده برضو لا فلز غاز ولكن نشط. طب النيون Ne10 ده غاز خامل. طب اتأكد ازاي؟ اوزع الالكترونات تبقى 2 كي واخده 2 الكترون، والال 8 مستوى الطاقه الاخير بتاعه مكتمل بالالكترونات، يبقى ده الاجابه الصحيحه. تعالوا نشوف مع بعض السؤال رقم 18، أيا من الاختيارات الآتية تعبر عن كيفية ارتباط البوتاسيوم مع الكلور؟ قبل ما أشوف الاختيارات، البوتاسيوم ده عنصر فلز، يبقى هيفقد الإلكترونات أثناء التفاعل الكيميائي ويتحول لأيون موجب. الكلور عنصر لا فلز، هيكتسب الإلكترونات اللي فقدتها البوتاسيوم وتحول لأيون سالب، ويحدث تجاذب كهربي بين البوتاسيوم أيون البوتاسيوم وأيون الكلور، هي ما تسمى بالرابطة الأيونية. طب تعالوا نشوف هيقول لي إيه. رقم أ، تنتقل الإلكترونات من الكلور إلى البوتاسيوم؟ لا طبعا، الكلور عنصر لا فلز، يبقى هو مش هيفقد إلكترونات. والبوتاسيوم عنصر فلزي برضو مش هيكتسب الإلكترونات فينشأ تجاذب كهربي بين الأيونين، لا طبعا غلط. تنتقل الإلكترونات من البوتاسيوم إلى الكلور فينشأ تجاذب كهربي بين الأيونين، صح، لأن البوتاسيوم هو العنصر الفلز والكلور عنصر لا فلز، يبقى دي الإجابة الصح بتاعتي. طب تعالوا نشوف الإجابات التانية اللي مديها لنا اللي هي غلط. يتشارك مشاركة كل من البوتاسيوم والكلور بإلكترونات فتنشأ رابطة تساهمية، لا طبعا، أنا عندي البوتاسيوم عنصر فلز هيفقد الإلكترونات فمش هيعمل مشاركة. برضو يتشارك كل من البوتاسيوم والكلور بإلكترونات فتنشأ رابطة تساهمية قوية بين الأيونين، لا طبعا. لا ليه؟ لأن احنا لسه قايلين إن البوتاسيوم عنصر فلز، والفلز مش هيشارك بالإلكترونات ولكن هو بيفقد الإلكترونات أثناء التفاعل الكيميائي ويتحول لأيون موجب بيحمل شحنة موجبة بعدد الإلكترونات المفقودة.
تعالوا السؤال رقم 19. الرابطة في جزيء أكسيد الكالسيوم. قبل ما أشوف الاختيارات، أكسيد كالسيوم، الأكسجين عنصر لا فلز والكالسيوم عنصر فلز، يبقى إذا هنا لازم تكون رابطة أيونية. طب مديني إيه؟ مديني رابطة تساهمية أحادية، رابطة تساهمية ثنائية، تساهمية ثلاثية، وأيونية. طبعا رابطة أيونية، لأنها رابطة كيميائية تنشأ نتيجة للتجاذب الكهربي بين أيون موجب لعنصر فلز مع أيون سالب لعنصر لا فلز. السؤال رقم 20. اخترع العالم نقط كاميرا فائقة السرعة تعمل بالليزر. هل أينشتاين، بريزيليوس، أحمد زويل، ولا نيوتن؟ طبعا دكتور أحمد زويل، وخد عليها جايزة نوبل. سؤال رقم 21. الرابطة التساهمية تنشأ بين، طيب رابطة تساهمية يبقى لازم يكون لا فلز مع لا فلز. طب مديني ايه؟ فلز وفلز؟ استحالة تتكون رابطة ما بين فلز وفلز، لأن الفلزات تفقد الإلكترونات أثناء التفاعل الكيميائي. فلز ولا فلز ممكن تحدث رابطة بينهم، بس هتكون رابطة أيونية. لا فلز ولا فلز، أيوة طبعا هي دي اللي بتكون لي الروابط التساهمية. طب تعالوا نشوف رقم د قال لي إيه؟ لا فلز وغاز خامل. طبعا غلط جدا، الغازات الخاملة لا تشارك في تفاعلات كيميائية ولا تكون أي نوع من الروابط. السؤال رقم 22. الرابطة في جزيء الهيدروجين. أسأل نفسي قبل ما أشوف الاختيارات، جزيء الهيدروجين بيتكون من إيه؟ من ذرتين هيدروجين، يعني لا فلز مع لا فلز، يبقى إذا رابطة تساهمية. طب تساهمية إيه؟ أحادية، لأن كل ذرة أثناء التفاعل الكيميائي شاركت بإلكترون واحد، فتتم المشاركة بزوج واحد من الإلكترونات، وهي ما تسمى بالرابطة التساهمية الأحادية. طب تعالوا نشوف الاختيارات جايب لي إيه؟ أيونية، تساهمية أحادية، تساهمية ثنائية، تساهمية ثلاثية. طبعا رقم باء دي تساهمية أحادية. طيب السؤال اللي بعد كده، سؤال 23. الروابط في جزيء الماء H2O عبارة عن إيه؟ روابط تساهمية أحادية ولا تساهمية ثلاثية ولا تساهمية ثنائية ولا أيونية؟ طبعا جزيء الماء يتكون من ارتباط ذرة أكسجين مع ذرتين هيدروجين، يعني لا فلز مع لا فلز، ويكون مع بعض روابط تساهمية أحادية. رقم ألف. السؤال رقم 24. تتكون رابطة تساهمية أحادية في جزيء الأكسجين، النيتروجين، الكلور، ولا أكسيد الكالسيوم؟ طبعا الأكسجين رابطة تساهمية ثنائية، لأن كل ذرة شارك ب2 إلكترون، فتتم المشاركة ب2 زوج من الإلكترونات في رابطة تساهمية ثنائية. النيتروجين رابطة تساهمية ثلاثية. أكسيد الكالسيوم رابطة أيونية. أمال مين رابطة تساهمية أحادية؟ جزيء الكلور Cl17، لأن كل ذرة هتشارك بواحد إلكترون أثناء التفاعل الكيميائي، فتتم المشاركة بزوج واحد من الإلكترونات، فتسمى رابطة تساهمية أحادية. السؤال رقم 25. تساهم كل ذرة أكسجين في جزيء الأكسجين بعدد نقط إلكترون. أسأل نفسي، جزيء الأكسجين نوع الرابطة فيه إيه؟ رابطة تساهمية ثنائية، يعني كل ذرة هتشارك ب2 إلكترون، فتتم المشاركة ب2 زوج من الإلكترونات. طيب تعالوا نقرأ السؤال بقى تاني. تساهم كل ذرة أكسجين في جزيء الأكسجين بعدد نقط من الإلكترونات. 1 إلكترون، 2 إلكترون، 3 إلكترون، 8 إلكترون. تمام، 2 إلكترون. أمامك التوزيع الإلكتروني ل4 عناصر مختلفة. طب تعالوا نشوفهم كويس كده. أول عنصر، مستوى الطاقة الأولاني فيه 2 إلكترون. مستوى الطاقة الثاني، تعالوا نعد الإلكترونات كده، 1 2 3 4 5 6، يبقى ده عنصر لا فلز. تمام. التاني، أول مستوى الطاقة فيه 2 إلكترون. طب مستوى الطاقة التاني نشوف فيه كام إلكترون، أدي 1 2 3 4 5 6 7، يبقى برضو لا فلز، عنصر لا فلز. العنصر الثالث، أول مستوى الطاقة فيه 2 إلكترون. تاني مستوى الطاقة فيه كام، أدي 1 2 3 4، ده مين؟ ده الكربون أو الجرافيت، برضو لا فلز.
رابع عنصر أول مستوى الطاقة فيه 2 إلكترون، وتاني مستوى الطاقة فيه إلكترون واحد المقصود بيه الليثيوم، ده عنصر إيه؟ فلز. طب تعالوا نشوف السؤال. أيا من هذه العناصر لا تكون روابط تساهمية؟ أسأل نفسي، الرابطة التساهمية بتتم ما بين إيه؟ عناصر لا فلزية. طيب هل الفلز يكون روابط تساهمية؟ لأ، يبقى أنا هختار العنصر الفلزي. طب مديني اختيار 1 و2 و3 و4، مين الفلز اللي عندي؟ أهي رقم 4، يبقى اختار د. كده احنا حلينا جميع الأسئلة اختيار من متعدد على الدرس الأول الاتحاد الكيميائي. إن شاء الله الفيديو اللي جاي هنبدأ نشرح الدرس التاني. متشكرة ليكم جدا ولمتابعتكم، وكانت معكم مس رندا حسن. هستناكم الفيديو الجاي. مع السلامة.